السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ من آخر فيديو وآخر وصفة، يا رب تكونوا جربتوا الوصفة وتكون عجبتكم. ان شاء الله كده معانا النهاردة وصفة حلوة وهتعمليها هتعتمديها ان شاء الله على طول من كتر هي قد ايه حلوة وطعمة. معانا النهاردة مكرونة الباشا. بصوا بقى، دي مكرونه مش زي اي مكرونه ان احنا بنعملها، لا فيها تكات كده مختلفه بس بتدي الطعم في حته تانية. هنا عندي ميه مغليه وحطيت فيها المكرونه بتاعتي اي كميه انت عايزاها، وبحط الملح ومش محتاجه ان انت تحط لها زيت خالص، وبقلبها واخليها تغلي. ولما تغلي بطلعها سوا الا ربع، ما بخليهاش مستويه خالص تعجن معايا، لا بخليها فيها عضه كده خفيفه. ودي مكرونه اللي هي مكرونه التحمير اللي احنا بنحطها بنحمرها او بنعملها للكشري. بتتسلق عادي وبشطفها، يعني بصفيها في المصفى وبشطفها خلاص. مطرح الحله بقى بتاعتها بحط فيها كده حته زبده وحبه زيت. وعندي هنا 3 بصلات كبار ببشرهم على قد ما اقدر ناعم، ولو تقدر تدعميها اكتر من كده يبقى احسن. وبنزل عليها بالسمنة والزيت وببتدي ان انا اصفر البصلاية بتاعتي. طبعا انا سايبة هنا كده المكرونة بتتصفى خالص بعد ما شطفتها كويس جدا جدا جدا، سايباها تتصفى قبل ما اعمل بقى ايه التسبيكة بتاعتي. بصوا بقى التسبيكة دي مختلفة غير اي تسبيكة تانية. مش هضرب طماطم في الخلاط، هي ما بتضربش الطماطم في الخلاط ولا كده. هي المكرونة دي بتتباع في يعني في محلات في وسط البلد بالطعم ده بالظبط. بصوا انا هنا حطيت 3 بصلات صفرتهم وحمرتهم كده بالطريقه الحلوه دي، وجبت بقى زي كيلو طماطم وما بضربهاش ببشرها، يعني بشيل الزر بتاع الطماطم وبقسمها بالنص كده. وبعد كده بجيب المبشره وابشر بقى الجلده بتاعت الطماطم على ايدي واللحمه بتاعت الطماطم على المبشره، وابشر بقى ايه كل الطماطم والجلده اروح شايلاها. اخلص الكميه دي كلها كده ونزلت على البصله وحطيت حبة ملح واحط حبة فلفل واخليهم كده ايه يتسبكوا من غير اي مية خالص. جربي الطريقة دي هتعجبك جدا جدا جدا. ما تنسينيش بقى حطي طبعا الفلفل واقلبهم واخليهم بقى ايه يتسبكوا كده مع السمنة والزيت والبصلة والطماطم المبشورة. معلش البرد ايه دخل عليا كده فتحسوا ان انا خانفة شوية. بصوا بقى كده هي ابتدت ان هي تتسبك، اروح نازلة عليها بمعلقة ونص صلصة كبيرة، واخلي برضو الصلصة اقلبها مع الطماطم المبشورة دي، واخليهم ايه برضو يتسبكوا اكتر واكتر. ما تحطيش اي نقطة مية في الوصفة دي. ما تنسيش بقى في اللايك وشير وكومنت حلو تشجيعا منك ليا فضلا وليس امرا. ولو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الاشعارات بتاعة القناة والوصفات باذن الله. بصوا بقى كده بخلي الصلصة مع الطماطم تشكشك كده مع بعضيها وتتشرب كده مع بعضيها وتتسبك مع بعض. كل شوية كده اقلبها و اروح بقى نازلة عليها بكمية المكرونة اللي انا سلقاها، وتكون المكرونة مسلوقة الا ربع، يعني ما تبقاش مستوية خالص، تبقى مستوية فيها عضة كده. تمام. بنزل بقى بالمكرونة بتاعتي. انت ممكن حابة تعملي الوصفة ديت بأي نوع مكرونة تاني، ماشي مفيش مشكلة. ممكن تعمليها سباكيتي، ممكن تعمليها قلم قواقع، مفيش مشكلة. بس انا بحبها الصراحة في المقصوصة دي، وهي بتتباع بره اصلا في المحلات اللي في وسط البلد وكده، وفي العتبة وفي شارع عبد العزيز والحاجات دي للناس اللي بتبقى واقفة عليها طوابير محلات كده صغيرة. هي دي بالمكرونة المرمرية او المكرونة التحمير او مكرونة الكشري، ليها كذا اسم يعني. هي صغيرة خالص مش مقصوصة، لا صغيرة خالص. انا كده نزلت بالمكرونة كانت صفت خالص من ميتها، مش عايزة فيها نقطة مية. وبنزل بقى على الخليط اللي انا عملته ده من الطماطم، وبقلبه وبخليها بقى تشرب كده يعني تقلبتين 3، لان هي اصلا ما فيهاش ميه فما تقعدهاش كتير على النار. واطفي عليها وخلاص. والملح والفلفل طبعا على حسب الرغبه، الملح تقللي تكتري على حسب ما انت بتحبي ايه. بقلبها كده وبجيب بشرب المكرونه بقى كلها من الصلصه، بجيب من تحت لفوق كده وخلاص.
كده معايا الوصفة خلصت. جميلة، جربيها. لو جربتيها بالطريقة دي ان شاء الله مش هتعمليها بالطريقة اللي احنا الاعتيادية اللي احنا كنا بنعملها، ان احنا نضرب طماطم وتتسبك وكده. لا، جربيها بالطريقة دي هتعجبك جدا جدا جدا. حبيت اشارك معاكم الوصفة دي، وصفة سهلة وبسيطة، يا رب تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.